هلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ رجعت بفيديو جديد بنات وياكم حسب طلب متابعة من متابعاتي. عمل الكيك الجاهز وما حبيت أرفض لها طلب. بنات هنا عندي راح أبدأ بالمواد. عندي هنا 6 بيضات ناعمات أو صغار. أوكي بنات، إذا عندكم مثل بيض كبار خشن لازم تستخدمون 5 بيضات، وإذا البيض ناعم تستخدمون 6 بيضات حتى تصير الكمية متشابهة. أوكي بنات ومضبوطة. عندي هنا 6 بيضات ناعمات حسب ما قلت وباردات، يعني كانن بالثلاجة طلعتهن. أوكي بنات، راح أخلي هنا ال6 بيضات كلياتهن وأخلي باقي المواد، بس انتبهولي على المواد أو حفظوهن بنات. أوكي، هنا خليت ال6 بيضات الكاملات. بعدها ايش راح أخفق بالخفاقة. طبعا الخفاقة طافية عندي بس انتو لازم تشتعلوا وتخفقونه كلش، بس حبيت أضيف لكم الفكرة. أوكي بنات، هنا طبعا عندي نكهة الشوكليت أو أي نكهة انتم تستخدمونها تقدرون تضيفون منتي. راح أضيف شوي من نكهة الشوكليت وأضيفها هنا. طبعا أساس الكيك بالارتفاع هو المحسن. المحسن طبعا التازة، مو المحسن الظال سنين ويبيعوه، المحسن التازة. أوكي بنات، هنا راح أضيفن ملعقة من المحسن، ملعقة كبيرة مال أكل راح أضيفن من المحسن وهمتين أخبطه ويا المواد. طبعا الكيكة كبيرة وصغيرة لازم تضيفون ملعقة واحدة من المحسن. أوكي بنات، هنا حطيت مثل ما تشوفون، وراح أخلي قلاص بارد من المي لأن إحنا بالصيف قلت لكم البيض بارد والمي بارد. هسه بنات بعد ما ضفت المي البارد راح أخفقه بالخفاقة، العفو، وأرجع لكم. هسه راح أراويكم شلون أشغلها وأخفق بيها. أوكي بنات، هنا شوفوا راح أخفق لحد ما كلش أتعب يدي لحد ما أحصل على قوام كريمي، يعني يصير كريمي. هنا طبعا أنا ضفت بنات كوب شكر بس ما طلعته لكم، كوب أو غلاس شكر بس ما طلعته بالفيديو، ما طلع انمسح. أوكي، وظليت هم أخفق، يعني ضفت الشكر ما توقفت، ظليت أخفق بيه لحد ما راح أحصل على قوام كريمي وناجح. أوكي، إيش ما تخفقون بالكيكة أحسن وتحصلون على قوام أحسن يعني. أوكي بنات، هنا أنا بعد ما صار هذا شكله وتعبت إيدي كلش، طاح حظي، العفو بنات. شنو هنا عندي كم بودر وفانيليا، القواطي الكبار استخدمهم، مو تجيبولي القواطي هذا اللي الظروف، قصدي الظروف فاشلات أصلا، هذني ناجحات القواطي دائما أنا أستخدم منتهم. طبعا هاي الدجاجة ما أروح وراي عادي يسمعون صوتي. أوكي بنات، راح أضيف من كم بودر وفانيليا من كل قوطي ملعقة مال شاي. أوكي، ونرجع حماتين نخفق. أوكي، ضفت من هاي ملعقة ومن هاي ملعقة ونرجع نخفق أيضا. أوكي، ما نتوقف عن الخفق. شو نضيف من المواد؟ نرجع نخفق. هنا راح أضيف الطحين، احتاجيت 3 أكواب بنات، العفو ما ذكرت ضفت قبق من الخل الأبيض. أوكي بنات، بس ما طلع بالفيديو. هنا يا بنات ضفت قلت لكم الطحين بالتداريج، ضفت أول كوب وظليت هماتين أخفق. أوكي، راح أضيف الكوب الثاني وهماتين أخفق، لازم نضيفه بالتدريج حتى ما تصير تكتلات عندنا. أوكي، هنا ضفت الكوبين وظليت أخفق بيهم بالتدريج شوية شوية. وهسه بنات بعد ما خفقناه كلش قلت لكم قوام كريم لازم يصير. شوفوا شلون صار هذا الكوب الأخير من الطحين. أنا ظليت أخفق، قلت لكم ما نتوقف عن الخفق، يعني كلش لازم تطيحون يديكم يعني ضروري. أوكي، هنا شفتوا شلون صار. هسه شوفوا شلون راح يصير قوامها عندي كريمي وكلش حلو يعني سلس. أوكي بنات، هنا شوفوا شلون صار كلش قوامها كريمي، وبعد بيكم ما بيكم يعني يصير كريم. أوكي، تقدرون تضيفوا لها زيت، أنا ما ضفت زيت بنات، بس انتوا لا تقدرون تضيفون زيت يعني ربع كوب عادي، يعني اللي تسأل الزيت يصير. أوكي بنات، هنا أنا عندي شوف القالب شلون مرتبته أويلي، شوف الترتيب يعني بالورق الزبدة، أريده كلش ترتيب، تقصون أول قطعة مربعة وبعدين داير ما دايرة تحطون شوي شوي. هنا راح أضيف الكيكة بالقالب اللي بيه ورق زبدة حتى أدخلها
الأوفن. هنا بعد ما دخلتها بنات راح أراويكم درجة الحرارة. هنا حطيتها درجة حرارة 200، أنا خليتها 150 إذا فرنكم حامي عادي. وهنا أشغل بس الجو بنات، الفوق ما يصير يشتغل، راح تنكسر من فوق وما حتعلى عندكم الكيكة. أوكي. هنا بعد ما استوت ملت ساعة بنات صارت اسفنجية 100%. هسه راح أختصر الوقت وأسوي وياكم الكريمة. أوكي. هنا عندي للكريمة أحتاج، طبعا هاي كريمة الفيزون تندمت كلش لأن اشتريتها لحد، ننصحكم بكريمة الفيزون كلش مو زين. أوكي. وأفضل كريمة شانتي، أحسن أنواع الكريم. أوكي. هاي تندمت شي اشتريتها. بعدين إذا تكسرون كيس كريم الشانتي لازم تحطونه بالثلاجة لأن الكريم يخرب إذا تاخذون منه ترجعونه، خصوصا بالصيف. بالشتاء عادي بس بالصيف. نظفت جلاس ونص من الكريمة على جلاس كبير مي بارد، بعدين انتم عندكم ميزانكم. اوكي. هنا شوفوا الجلاس كبير مي بارد مجرش حتى بثلج. وهسه ايش راح نسوي بنات؟ راح نخفق هماتين بالخفاقة حسب ما عندكم علم. نخفق بالخفاقة المشتعلة كلش، شوفوها كلش نخفق بيه لحد ما نحصل على قوام كريم. بعد هو كريم لازم يصير كريمي. اوكي. هنا شوفوا شلون صار عندي، بدأ هنا يثخن، أصلا قدمت لكم أنا الفيديو بدأ يثخن. وشوفوا هسه شلون صار عندي قوامه كريم. يلا أطفي من عندها بيكم ما كنتوا تخلطون، وإذا عندكم خفاقة ذيك الثانية يعني عادي، ست البيت خفاقة عادي بعد أحسن، بس أنا ما عندي غير هاي فسويت بيها. وهنا أنا عندي شوفوا التزيين، يعني لا تقولولي شنو هذا التزيين لأن ما أعرف أزين كلش بالتزيين، مو ناجحة. فهذا رتبت لكم إياه ترتيب بسيط خفيف حتى يعني أراويكم الفكرة مالته. أوكي. نفس الكريم الأبيض ضفت له لون شوية، صار عندي هذا اللون. أي ألوان غذائية تقدرون تشتروها وتحطون، أنا ضفت هذا اللون الوردي، صارت أبيض ووردي يعني. وهذا ترتيبي، وإذا وصلتوا لهالمرحلة لا تنسون اللايك والاشتراك إذا ما مشتركين، وحطوا لي تعليق حلو مثلكم. أوكي بنات. وإذا عندكم باقي الوصفات كتبوا لي بالتعليقات وراح أنزلها لكم. أوكي بنات. وهذا شكلها النهائي، بس حسب ما ضقتها أنا اسفنجية 100% وطيبة كلش كلش، طعمها طيب هي والكريم كلش طعمها طيب بنات. شوفوا شكلها النهائي، وسهمنا وسهمكم ألف ألف عافية.